تنتخبوا مين وحبيبكم مين؟ تنتخبوا مين وحبيبكم مين؟ ابو غالي يا بلاش، واحد غيره ما ينفعناش. ابو غالي يا بلاش، واحد غيره ما ينفعناش. زيها زي الانتخابات بالظبط. المرشح بيجي، تمام. أيها الناس، أيها الشعب، أنا وأنا اللي هعمل لكم كل حاجة انتوا نفسكوا فيها. أنا اللي هحميكوا، أنا اللي هغطيكوا، أنا اللي هشربكوا، أنا اللي هعمل لكم كل اللي نفسكوا فيه. بس انتخبوني، انتخبوني وادوني صوتكم. أنا رمز المفتاح، أنا رمز الجلاش، أنا رمز البتنجان، أنا رمز النجمة، أنا رمز مش عارف ايه. طبعا كل مرشح وكل واحد بيجي زي اي انتخابات بتاعت مجلس شعب، مجلس مش عارف شورى، اي انتخابات عامة يعني. المرشح بيجي مع البرنامج اللي هو يمشي عليه واهدافه ومخططاته، ويبدأ يعلنها للناس. ويا جماعة انا هعمل واحد اتنين تلاتة اهو، اهي قائمة اعمالي اهي اللي انا همشي عليها معاكم. انتخبوني، تمام، وادوني صوتكم ووصلوني عشان انفذ لكم طلباتكم واحقق لكم جميع امنياتكم ورغباتكم، واخلي لكم الحياة زبادي في الخلاط، وتبقوا نايمين واكلين شاربين ما انتوش حاسين بحاجة. فخلونا مع بعض كويسين عشان كلنا نبقى ايه مع بعض في قلب التلاجة. ندخل التلاجة مع بعض، ناكل ونطلع، تمام. فده اللي بيحصل. وطبعا كلنا بنجري وكلنا بننتخب، بتاع الشمين بقى هو ده، هو ده اللي هينجح، هو ده. بص، انا تدي صوتك لمين يا زميل؟ هدي صوتي للراجل ده. انت تدي صوتك لمين؟ ولا انا اعرفه اساسا ولا اي حاجه، عادي. نفس القناه بتاعتي هي نفس الحوار بتاع الانتخابات. بقول لكم ساعدوني، تمام، انتخبوني. بس انا بقى مش طالع اترشح، انا مش طالع اترشح دلوقتي، ولا انا طالع اقول لكم انا رايح اتقدم في مجلس الشعب ولا مجلس الشورى. لا، انا طالع معاكم على اليوتيوب اهو، ما بيني وما بينكم. ربنا شاهد عليا وانتوا معايا، واحنا كلنا مع بعض اهو قدام العالم كله. يعني هتفضح لو ما ساعدتكوش، ما وقفتش معاكم فعلا، انا هتفضح. انتوا ممكن تفضحوني. طبعا مش تعملوا كده، يعني انتوا احسن من كده بكتير، وانا برضو الحمد لله مش هعمل كده عمري معاكم. عايز اقول لكم على حاجه، عايز اقول لكم ان محمد رمضان عمل فيديو قبل كده، طلع فيه وقال يا جماعه انتوا عندكم بتاع مجلس الشعب، ممكن تقفوا له تقولوا له احنا محتاجين كذا، واحنا يلزمنا كذا، واحنا عايزين كذا ومش عارف ايه وكذا 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 وكذا، بس صوتكم يبقى طالع من دماغكم. طلع عمل فيديو كده ايه، قال لك رسالتي لشعب مصر. الفيديو دوت هسيبه لكم تتفرجوا عليه، ممكن يعجبكم تستفادوا منه كلام كتير. كان حد بينتقده في الفتره دي، وقال له انت ليه ما بتساعدش ولاد بلدك وليه ما بتقفش جنب ولاد بلدك؟ قال لهم لا، محدش يقول الكلام ده، معلش، انا جايبها من تحت، وانا زي ناس كتير، وانا ليا عيله في الغربيه وليا عيله في الدقهليه وليا عيله في إله. بس كلام كتير احنا مش عايزين، وصوتنا يبقى طالع من جوانا، احنا مصريين صوتنا يبقى طالع من جوانا. وقال لك ان الفيلا دي والعربيه ديت والحاجات دي كلها اللي انتوا شايفينها معايا دي انتوا السبب فيها، والحمد لله ربنا كرمني فيها، والفضل يرجع لربنا ثم ليكم. بس انتوا عايزين اي حاجه اتكلموا مع الراجل بتاعكم اللي هو رئيس مجلس الشعب، ما تدخلوش البيت بتاعه واعملوا معاه اي حاجه، وصوتكم باين وصوتكم مسموع، بس ما تخلوش حد يلعب في ودانكم كتير، ومش اي حد يحرككم، تمام. ده اللي محمد رمضان قاله، واسيب لكم الفيديو ممكن تستفادوا منه. فعايز اقول لكم ان فعلا الموضوع يعني مش صعب ولا حوار. كل الحكايه انا طالع اقول لكم يا جماعه اشتركوا معايا في القناه، اشتركوا معايا في القناه، نجحوني فيها، اساعدكم واساعد نفسي ونساعد بعض بقى، والدنيا هتبقى زبادي في الخلاط. بس مش اكتر. ايه رايكم؟ توتا توتا خلصت الحدوته. يلا سلام 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 يا جدعان، السلام عليكم.